الاسبوع ده هنعمل عظمه، هنعمل كل الاكل الدسم الحرش اللي الناس بتحبه. النهارده هعمل معاكم كوارع موسوعه، يعني هعمل لكم كل اشكال الكوارع، سواء عايزين تعملوا شوربه حلوه ازاي تنضفوها، ازاي تعملوا كوارع بورق العنب، ازاي تعملوا طاجن بالصلصه كده الصعيدي الفلاحي. النهارده هعمل لكم موسوعه عن الكوارع. تعالى اقول لكم هنبدا الموضوع ده ازاي. معايا هنا جوز كوارع، وطبعا هو بيجيني من عند الجزار بالشكل ده. انا ببدا بس افصل، يعني العظمه متقطع بس انا ببدا افصله، فبجيب سكينه حاميه اهو ونقطعها كلها بالشكل ده وارجع له. وبعد ما قطعنا الكوارع تعالوا دلوقتي نشيطها على النار عشان نضمن ان الشعر كله يختفي. هتقولي لي ليه يا نرمين بتشيط الكوارع؟ لان الشعر الصغير ده بيضايقني في الاكل وانا ما بحبوش، وماما متعوده على تنظيف الكوارع بالشكل ده، فانا خلاص اتربيت عليها، وكمان بيخلي الكوارع عندي يعني حلوه جدا اهي. بس دي مش خطوه الزاميه كده صح؟ في ناس كتير ما بتعملهاش، بس يعني انا بطريقه ماما انا بعملها، ودي بضمن ان الشعر الرزل الاسود ده كله يختفي. هروح اشيط كل الكوارع اللي معايا وارجع لكم. وبعد ما شيطنا كل كميه الكوارع اللي معانا، بصوا معايا بجيب سكينه وبفضل اكحت بالشكل ده علشان اطلع كل الشعر اللي ما طلعش من النار او اللي اتحرق. بصوا بفضل اعمل كده لغايه لما اخلص كل الكميه اللي معايا. بصوا هتلاقوا الشعر كله بصوا فتفت معايا بالشكل ده. وبعد كده بعد ما اخلص كل الكميه هروح اغسلهم غسله كويسه جدا بميه وارجع لكم اقول لكم هنقعهم ازاي. وبعد ما غسلتها حوالي 3-4 مرات كده على ميه جاريه وشطفتها كويس جدا، دلوقتي جاهزه ان احنا نغسلها غسله متينه. يعني انا غسلتها بليمون وغسلتها بملح ودعكتها بشويه دقيق لغايه لما بقت زي الفل. برضو دلوقتي هنقعها مش اقل من نص ساعه. هنعمل ايه؟ يعني حبه ليمون حلوين كده، انا ما بحبش احط خل، فانا هحط حبه ليمون وهسيب القشر فيها برضو مش مشكله، لان انا هنقع. طبعا انا هحطها في طبق اكبر دلوقتي. وبعد ما عصرنا الليمون معايا هنا حوالي نص كوبايه ملح كده هنحطها، ويعني معلقتين 3 دقيق بس. وبعد كده هقعد ادعكهم دعكه تمام كده بالشكل ده، ندعكهم دعكه تمام قوي، كل قطعه كده نمسكها ونقعد ندعك فيها. وبعد كده هحط لهم شويه ميه وانقعها نص ساعه، وبعد نص ساعه ارجع لكم تكون بقيت زي الفل. شايفين الكوارع بتاعتي بعد ما غسلتها؟ بصوا بقيت زي الفل خلاص، وسبتها اتنقعت في الدقيق والملح والليمون لغايه لما بقيت تمام، وشطفتها كذا مره. دلوقتي يلا نروح نسلقها. بصوا دي المطيبات اللي انا هحطها في الميه. هحط جزر، بصلايه انا مشرحاها معايا، وطماطمايه معايا هنا، حبهان، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كمان ورق لورا. فيلا بقى نحط الجزر معانا، ومعايا هنا ليمونه كامله هعصرها في الشوربه واروح حطها زي ما هي، وكمان هنا ورق لورا والفلفل الاسود والحبهان، ويا سلام لو عندكم مستكه ممكن تحطوا فص مستكه. وبعد كده هنحط الكوارع بتاعتنا بالشكل ده. دلوقتي هسيب الكوارع بتاعتي لغايه لما تستوي، وهي هتاخد معايا في السوا من 3 ساعات ل4 ساعات. وطبعا لما تطلع الريمه هنشيل الريمه من عليها. وبعد ما حطينا الكوارع مجرد ما تطلع الريمه او الزفره بتاعه الكوارع هنشيلها بالشكل ده. طبعا هي لسه ما طلعتش، لسه اول لما تطلع هشيلها. ودلوقتي هسيب الكوارع بتاعتي على نار اول لما تغلي، ههدي النار خالص او اخليها على نار متوسطه او اقل من المتوسطه شويه، وهسيبها على النار من 3 ساعات ل4 ساعات، وده على حسب حجم الكوارع وعلى حسب ان الكوارع كبيره ولا لا. وانا مش هحط الملح غير بعد 3 ساعات من التسويه. دلوقتي هنغطيها ونسيبها. ده شكل الكوارع بتاعتنا بعد ما استوت. بصوا هقول لكم تركايه انا عملتها بس ما قلتهاش قبل كده. صراحه انا سويتها امبارح بالليل. عملت ايه؟ يا دوبك اديتها اقل من نص ساعه وشلت الريمه وغطيتها، وصحيت الصبح مع الولاد في المدرسه كانت سخنه لسه، رحت شغلت عليها ربع ساعه، ودلوقتي يا دوبك سخنتها. بصوا بجد ما خدتش وقت خالص في التسويه، وطالعه بصوا بتلظ كده وخطيره جدا. تعالوا بقى نشيلها من الشوربه بتاعتها. علشان كده الشوربه بتاعتها ما اختفتش ولا حاجه، لان هي استوت يعني ايه على البخار زي ما بيقولوا. لكن لو هتحطوها دايركت يبقى انتوا هتستوي معاكم في 3-4 ساعات على النار متوسطه. بصوا الكوارع دابت. وده شكل الكوارع بتاعتنا بعد ما بردت. بصوا انا رصيت يعني الاغلبيه العظمى في الطاجن عشان نعمله الصعيدي كده بالصلصه، وكمان خليت حبه كده. بصوا قطعتهم مكعبات. بصوا
خطيره. طبعا انا مرضتش اجيب الخطوه دي عشان الفيديو ما يبقاش طويل. تعالوا اول حاجه نعمل طاجن ورق العنب. بصوا الطاجن اللذيذ ده انا دهنته زيت. هنحط شرايح بطاطس على كام شريحه جزر كده، على كام شريحه بصل. يبقى دي الفرشه بتاعه الطاجن بتاعي، مع كام شريحه ليمون اهو بالشكل ده. واحده كمان اهي. وطبعا ده ورق العنب احنا عملناه كتير قبل كده في القناه، ولو عايزين الوصفه قولوا لي هنزلها لكم تاني. ونبدا بقى ايه، نرص ورق العنب من تحت. لازم يعني في الطواجن اللي فيها كوارع لازم من تحت نحط ورق العنب يعني طرف كامل. ليه بقى؟ علشان لو انا حطيت الكوارع المخليه هتدوب معايا في الطاجن من تحت، لكن انا لازم احط ورق عنب من تحت الاول. بصوا بعد ما رصيت اول طبقه معايا، وهنكمل باقي رص ورق العنب، بس هنحط في الاطراف بس، وهسيب الجزء اللي في النص للكوارع اهو. كفايه كده. وبعد كده نجيب حبه الكوارع الكتار دول نحطهم في النص. انا هقسمهم على طاجنين. بصوا شكله حلو ازاي. هروح ارص الطاجن التاني بنفس الطريقه. وده شكل الطواجن بتاعتنا اللي معموله بورق العنب. خلاص حطيت لها ليمون. دلوقتي هنركن الطواجن على جنب ونروح نجهز بقى الصلصه بتاعه طاجن الكوارع، واوريكم ازاي تعملوا احلى صلصه للطواجن. علشان نعمل الصلصه هنجيب حله ونحطها على النار، وهحط يعني 4 معالق سمنه، زيت، سمنه على زيت براحتكم. ومعايا هنا حوالي 5 بصلات انا فرماهم في الكبه بالشكل ده. وهنشوح البصله كويس جدا، وعلشان البصله تدبل معايا بسرعه هحط لها رشه ملح ورشه فلفل اسود. وهنقلب في البصله كويس لغايه لما تتسبك. وهحط ورقتين لورا وكم فص حبهان، ده هيدينا ريحه حلوه قوي. وهنفضل نقلب في الصلصه بتاعتنا لغايه لما تبدا تتسبك، يعني لمده 10 دقايق ربع ساعه، لغايه لما البصله تبدا تتسبك وتبقى تمام معانا. وده شكل البصله بتاعتنا بعد ما اتسبكت. بصوا شكلها حلو ازاي. انا مش هخليها تغمق قوي، انا الدرجه دي بالنسبه لي كويسه جدا، اللي هي خلاص دابت ودخلت في التسبيك. يعني هي ليها حوالي بتاع ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما وصلنا للون ده. دي صلصه انا مسبكاها اللي انا خزنتها معاكم. طبعا نفعت جدا اليومين دول لان الطماطم غاليه جدا. فمعايا هنا يعني حوالي 1.5 لتر مكثفين. هننزلها كده شايفين. طب لو ما عندكمش صلصه مخزنينها هتعملوا ايه؟ هنجيب عصير طماطم مثلا 2 كيلو 2 كيلو ونص طماطم، ونضربهم في الخلاط ونصفيهم كويس من القشر ونستخدمهم، بس هياخدوا وقت اكتر في التسبيك. يعني هي كده دلوقتي بالظبط ربع ساعه هتكون اتسبكت وتقلت وبقت معايا زي الفل. لكن على حسب انتوا هتحطوا عصير طماطم فريش او طماطم متسبكه. هنا بقى هحط معلقه صغيره سكر عشان خاطر الحموضه بتاعه الطماطم، وهحط رشه فلفل اسود برضو، ومعلقه صغيره ملح. وهنكمل باقي التوابل بعد ما الصلصه بتاعتنا تتسبك وتتقل وتبقى تمام. وهسيب الصلصه بتاعتي حوالي 10 دقايق وارجع لكم تاني. نيجي بقى للطاجن الصعيدي الخطير بتاعنا. الصلصه بتاعتنا خلاص بقت تمام واتسبكت وبقت زي الفل. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ شوربه الكوارع الخطيره بتاعتنا دي. هاخد بقى شوربه الكوارع الخطيره بتاعتنا دي العظمه كلها. بصوا، ولو نزلت جزرايه ولا حاجه مفيش مشكله. دي احلى حاجه في الدنيا شوربه الكوارع دي. بصوا حاجه كده من اللي وصى عليها لقمان. مش عارفه مين اللي قال الجمله دي. مين لقمان اصلا؟ ده حد في العصور القديمه يعني. ماشي. يعني ايه يزودوا لهم ايه يعني حبه شوربه كده حلوين، لان انا عايزاها خفيفه، لان انا هسيب الكوارع دي يعني ايه تعيش حياتها في الفرن. بصوا هو ده السمك اللي انا عايزاه. تعالوا دلوقتي بقى نبهرها. انا كنرمين ما بحبش بهارات كتير في الكوارع، فبحب ايه، رشه جوز الطيب كده، حاجه كده ايه خطيره لسه فرماها على طول. فلفل اسود يعني نص معلقه صغيره كده، رشه ملح، ومش هزود الملح لغايه لما ادوق لان الشوربه متتبله والبصل كمان انا حاطه له ملح. هنقلب كده. تعالوا ندوق كده. هو انت بتدوق ازاي من غير ما تنفخي فيها؟ سر المهنه. ماشي. محتاجه سنه ملح صغنطوطه مش سنه كبيره بس كده. وانا ممكن احط لها شويه فلفل اسود مجروشين. صراحه المجروش بيدي يعني نكهه خطيره للطواجن. احط له ايه
برشه كده، والصوص بتاعنا الخطير جاهز. نيجي بقى للكوارع بتاعتنا الخطيره بقى، نبدا نسقسقها بالصوص ده. بصوا انا عايزاها خفيفه كده علشان لما تدخل الفرن وتتسبك تبقى تحفه. دي الطريقه بتاعت مامتي وبتاعت حماتي في الطواجن الصعيدي، طبعا هم صعايده يعني اصله. بصوا يلا ايه، ننزل بقى كده، بس كفايه كده. دول بقى هنزودهم بشوربه ونسقي بيهم ورق العنب. نزود هنا شوربه من غير صلصه ونخلي دول للبتوع. ماشي يا عماد خلاص عشان خاطرك انت. ايوه خلي دي شوربه كوارع عاديه بلاش صلصه فيها. دلوقتي بقى ايه، هنروح ندخل الطاجن ده الفرن، وطبعا هغطيه يعني لمده ساعه، وبعد كده نشيل الغطا عشان ياخد لون. بس طبعا انا حابه احط له رشه فلفل اسود كده من فوق بس عظمة. كده والله عظمه. علشان نسقي الكوارع. هيبقى معايا شوربه كوارع خطيره، وهحط لها معلقه صلصه، لا اما صلصه طماطم جاهزه، لا اما هحط لها صلصه من بتاعه التسبيكه بتاعه المحشي. انا تسبيكه المحشي خلصت، فهحط صلصه طماطم وهنديها تقليبه كده. طبعا الشوربه بتاعتنا متبله وما فيهاش اي حاجه ومش محتاجه اي حاجه. هدوق في الخطوه دي واشوف هي محتاجه ملح ولا لا. مش محتاجه حاجه. تعالوا بقى نحط الطواجن بتاعتنا كده ويلا نبدأ نسقيها. بصوا اديها هزة كده. انا عايزة يدوبك تبقى ايه عند اخر الصوابع بالشكل ده. بصوا اهي، هي كده بالنسبة لي تمام. هنسقي التانية بنفس الطريقة. دلوقتي هغطيهم بورق الالومنيوم كويس جدا. المهم نتاكد ان هما متغطيين كويس. دلوقتي هروح ادخلهم الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه ونص تقريبا. معلش هي هتاخد شويه وقت لان لسه الفخار هيسخن، فمعانا مش هتاخد اقل من ساعه ونص. هروح ادخلها الفرن وارجع لكم تاني. شايفين الكوارع وجمالها والتسبيكه بتاعتها، دايبه دوب رهيب. بصوا يعني نرمين اسمها كل ما تتساب اكتر تحلى. والله دي لسه معاها لسه عماد عايز يديها وش لون، بس انا قلت ايه في الاخر. بصوا شايفين اللزلزه. عماد انت جاي تدوق ولا ايه؟ يا حاجه شوكه حاجه كده عظمه. نرمين قالت لي ما حدش يحط ايده في الطاجن. لسه الناس ما كلتش. الله خدها كلها. لا كبيره قوي، انا لسه اكل مع الناس. بصوا يا جدعان، دايبه والله دايبه. انا اوريكم بس انها بالشوكه اتقطعت لوحدها دايبه. بصوا بقى ورق العنب اكلي موحوح، قلت افنشه لكم. بصوا جمال ورق العنب وخطار ورق العنب. انا بس ايه ممكن اخد شويه صلصه كده من البتاع ده يعني ايه عشان ايه يدينا طعم وتسبيكه خطيره. شايفين اللون؟ طبعا طاجن ورق العنب بيتحط له طشه سمنه وتومه وسنه كزبره، بس صراحه احنا مش قادرين على الاكل التقيل قوي. طبعا ده طاجن جامبو مش ده اللي بيبيعوه بره. بصوا بقى كالعاده عمال برضه. قولي بقى استوى، قولي استوى ولا لا. لا اكيد تحفه. انا مش قادره اكل الصبح، بس يعني احنا لسه الصبح يا جماعه. لا ما تاكليش انا اكل. وريني كده الرزايه استوى. رائع بامانه رائع. قلبي لا يتحمل، طعمه خطير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.